السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ خليل ويقول عنده سؤالان. الأول قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. يظهر من الآية إذا عرفت أن الفاتح ليس يأجوج ومأجوج. الثاني: هل فعلا يأجوج ومأجوج هما الهند والصين؟ الجواب: قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ففتحت لا يعني أنه يكون لا علاقة للداخل من الخارج، يعني بما يكون في الخارج، لا، الارتباط بين أمرين. الأول محاولتهم الخروج وفتح السد، ولكنهم لا يمكنون بسبب ما جعله الله سبحانه وتعالى من خاصية في السد، بحيث إنهم يحفرون حتى إذا لم يبق إلا القليل لحفره والخروج منه، يقول قائلهم: نعود غدا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول إن شاء الله، لأنهم لا يؤمنون بالله أصلا. فلما يذهبون يعود السد أشد مما كان. من الذي أعاده أشد مما كان؟ رب العالمين. هذه جعلت خاصية في السد. فلما يأذن رب العالمين بفتحه لا يعيده كما كان ويبقيه، لما يقول قائلهم: نعود إليه غدا إن شاء الله، فيسهل الله عز وجل لهم الفتح ذلك الوقت. لذلك في حديث النواس في صحيح مسلم: يعني إني قد أذنت بخروج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. أذن، يعني هذا الزمان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأذن. ففتحت يعني أن الذي فتح هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته وإذنه الكوني والخاص. هنا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل فعلا يأجوج ومأجوج هم الهند والصين؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الهند والصين موجودون وليس من كل حدب ينسلون. ينسلون يعني النسلان يسرعون. الصين يأتون من الصين والهند يأتون من الهند. فنحن لا نرى أن الهند يأتي من القطب الشمالي أو الجنوبي، أو يأتي من إلينا أو إلى الأرض المقدسة. النسلان يعني المشي السريع. لا نراهم يأتون مسرعين إلى بيت المقدس الآن، لأن هذا من علامة يوم القيامة. ثم إن هؤلاء يهجوج، فإن الهند والصين ما كانوا محجوزين في السد، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يعني قبيلتين. الهند هذه قبائل، والصين قبائل، وكذلك الدول الأخرى قبائل، كوريا. فهنا قصد قبيلتين مخصوصتين، ليس جنس، لا جنس الترك ولا جنس الهند ولا جنس الصين. فالادعاء بأنهم الأمريكان والأوروبيون والهنود والصين كما جنح إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي هذا باطل لا أصل له، وأقرب إلى الخرافة. هذا غلط واضح، مع احترامنا لأهل العلم وإكرامنا لهم، لكن هذا القول من أفسد الأقوال، لأن الهند لم يكونوا محبوسين والصين ما كانوا محبوسين يوما من الدهر. حتى سور الصين العظيم هذا الذي يقال له ذلك إنما هو سور للحماية وليس للحبس، لكن هذا كان سدا للحبس والسجن وعدم استطاعة الخروج. السدود في العادة تفعل، أو الذي الأسوار للمدن، إنما لمنع الداخل لا لمنع الخارج، هو لحماية الذي داخل السد ممن سيأتي إليه. فالذي صنع بيأجوج ومأجوج هو الحبس، والذي يصنعه أهل المدن ومنهم الصين إنما هو سور الحماية لعدم دخول الغازي ومنعه وحماية أرضهم به. فهذا فرق شاسع، فلا علاقة للهند والصين بهذا.
إنما هما قبيلتان من قبائل الترك من بني آدم. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.